شوفوا بقى عملت لكم ايه النهارده. عملت لكم توزيعتين اسهل من بعض، ولا بياخدوا وقت ولا بياخدوا خامات ولا حتى هتحتاجوا تطبعوا اي حاجه. هنزينها بحاجات بسيطه جدا وهتطلع قمر زي ما انتوا شايفين كده. بجد شكلهم تحفه. ويلا بينا نشوف الطريقه. هحتاج ورقه مقاسها 9 في 20 وهتنيها بالنص كده، وهفتحها تاني. هعمل علامه كده عند 4.5 سنتي من الناحيه دي ومن الناحيه دي كمان. بعدين هستخدم المبرد والمسطرة وهشد خط من اول التانية دي لحد النقطة اللي اخدتها في نص الورقة هنا. الخط ده طبعا بالمبرد او باي حاجة حادة شوية عشان يسهل علينا التنايات، ونفس الكلام اللي عملته هنا هعمله هنا كمان. بعد كده هتني من عند كل الاماكن اللي انا عملت فيها خطوط دي. بنضم الناحية دي وندخلها جوه الناحية التانية، وعلشان تتقفل المفروض نعمل فتحات في الجنبين دول كده. بعدين هنستخدم شريط ستان او حتى خيط خيش اللي يعجبكم، وهندخل الشريط في الفتحات اللي احنا عملناها علشان نربط التوزيع. وبس كده التوزيعة خلصت. مفيش اسهل من كده وشكلها حلو جدا. التزيين بقى على حسب ما انتوا عاوزين. انا ممكن دلوقتي ازينها بالفوم او احط عليها ستيكر عليه رمضان كريم او اي جملة كده. هستخدم بكرة التيب دي علشان صغيرة وهتساعدني قوي ارسم الهلال. شكلها حلو قوي وشيك، واهم حاجة بقى ان هي سهلة جدا. هنحتاج ورقة مقاسها 21 في 20. حددت 1 سنتي في الطرف ده كده، وهشد خط بالمبرد والمسطرة علشان اقدر اتنيها بسهولة. هحط على 1 سنتي اللي تنيته ده دبل فيس او غيره، وبعدين هتني الورقة كلها على بعض كده والزقها في بعض كويس، وهتنيها مرة كمان. وبعدين هتني الطرف ده كده حوالي 4 سنتي، والطرف التاني كمان، وبعدين هتنيها بالشكل ده كده، وهقص ال4 زوايا بالطريقة دي، واحاول انهم يكونوا قد بعض على قد ما اقدر. وبعد كده هفتحها هتطلع معايا بالشكل القمر ده. دلوقتي ممكن نزينها بقى لو هنعمل حاجة او تزيين يدوي يعني. انا هزينها تزيين بسيط قوي كده بالقلم ده. ممكن كمان تستخدموا الاقلام الدوكو او الاقلام الفلوماستر لو الورقة نفسها لونها فاتح. وبعد محاولات فاشلة قدرت اكتب كلمة رمضان بشكل كويس. دلوقتي هقصها. وبس كده. دلوقتي بقى هنبتدي نقفلها. وبعدين هنقفل الناحية دي كده ونظبطها.
وبس كده. بصوا الجمال والبساطة، اتعملت في دقيقتين يعني، ما خدتش وقت ولا خامات ولا اي حاجة، وشكلها طالع تحفة. ما تنسوش بقى تقولولي انهي فكرة عجبتكم اكتر، وهستنى تطبيقاتكم للافكار دي. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملولي لايك وشير، ولو انتوا اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملولي سبسكرايب.